السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد. بس الفيديو صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك وليس امرا عشان افضل مستمريه معاكي دايما، واتشجع بيكي كده باللايك بتاعك الجميل. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. طبعا عند الفراخ وعند البط ما شاء الله حلو جدا جدا. بس لكن انا عايزه بقى ايه، احمي كده من من البرد او عشان احنا في عز البرد، فلازم اعمل له كوبايه حلوه جدا جدا مركزه طبعا. كوبايه بجد هتشيل اي برد عندهم، هتحميهم من اي امراض تجيلهم. فالكوبايه اللي احنا هنعملها النهارده ديت كلتها تركيبه كده، كلها مضاد حيوي، وفي نفس الوقت هتخلي الفراخ عندنا تبيض يوميا ومش هتصيبها حاجة، والبط برضك مش هيجيله شوطة او اي فلوانزا او اي تعب لا قدر الله. فلازم نعمل الكوباية ديت لو ان بس كل اسبوع مرة او مرتين، يعني انا بعملها مرة او مرتين. الكوباية دي حلوة جدا جدا، رفع مناعة، بتشيل اي ميكروبات عندهم، بتقتل اي بكتيريا ضارة عندهم، فبتخليهم ما شاء الله زي الفل معانا زي ما انت شايفه كده. فلازم يكون عندنا حاجه احنا بنعملها كده في بيتنا من الاعشاب الطبيعيه، حاجه لمضاد الحيوي، مضاد حيوي يعني، وتظبط معانا الفراخ والبط زي ما انت شايفه كده. طبعا انا بقى ايه، قلت كده افطرهم وحطيت لهم كده علفه. طبعا دي علفه نامي، فلو انت بقى ايه لو انت برضو كمان بتلخبط لهم الاكل او بتنوع لهم الاكل بيبقى حلو جدا جدا. فزي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بدات برضو حطيت على العلف ده برضو بصل على توم، خلطه كده يعني. بدات ان انا اصفطها كده وحطيتها على العلفه ديت، ما شاء الله في نفس الوقت هتبقى بتفتح شهيتهم على الاكل وبيسحبوا معانا علف. فطبعا عايزين بقى نخلي معانا البط او الفراخ ياكلوا بصحة جيدة ويكونوا يعني ايه متقبلين على الاكل، وفي نفس الوقت زي ما انا بقول لكم كل مرة في الفيديو لازم برضو نحط خل، عشان ده طبعا للفراخ اللي بتبيض، عشان تشيل من عندهم اي دهون، ما يبقاش عند الفراخ دهون في نفس الوقت ياكلوا وتقولوا معانا، وما يكونش في نفس الوقت يكون عندهم دهون. اللهم صل على النبي. فالخل بيشيل اي دهون، بيفتت اي دهون عند الفراخ مرة على مرة، بس لكن ما تكتر لهمش برضك عشان ما يتعبوش منك. يعني انت بقى ايه، اعمليها في كل وصفة او اعمليها مرة كده في الاسبوع، عشان ما تزوديش عليهم نسبة الخل فيتعبوا مننا، لان كتر الخل غلط. تمام. فطبعا زي ما بقولك كده مرة في الاسبوع بس. فزي ما انا بقولك كده الخل بيفتت اي دهون عند الفراخ اللي بتبيض، فما شاء الله بتبقى حلوة جدا جدا. فتعالوا بقى نشوف الكوباية بتاعتنا السحرية النهاردة. بجد كوباية حلوة جدا جدا، كلها مضاد حيوي، رفع مناعة، اقوى رفع مناعة للطيور عامة، لأي طيور عندك بقى، فراخ حمام، بط، فراخ بيضة، فراخ ساسو، يبتدي ان انت تحطها لهم ما تقلقيش منها. ده حلوة جدا جدا، تركيبة بجد لا يعلى عليها، ما شاء الله بتخلي معانا الطير بصحة جيدة. فما تضطريش ان انت تروحي البيطري، فبنبتدي ان احنا نحطها لهم كده كل اسبوع مرة، ما شاء الله بتخلي معانا الفراخ زي الفل، او الحمام او اي طيور عامة عندك. انا بقولك ايه، اعملها لاي طيور عندك عشان تفضل بصحة جيدة، تحميها كده من البرد. في عز البرد اعملها لهم ما شاء الله ما يجيلهمش اي برد او اي فلوانزا او اي تعب. فتعالوا بقى نشوف السقوة بتاعتنا بتتكلم على ايه النهاردة، او الكوباية بتاعتنا. طبعا هي كوباية مركزة، بنبتدي اللي احنا نضيف عليها رتل مية، وتبتدي ان انت تحطها لهم بقى يشربوا منها. ما شاء الله هتلاقيهم ما شاء الله بيفرقوا معاكي، وفي نفس الوقت برضو فتح شهية، بتخليهم ياكلوا معاكي كتير،
ويشربوا ميه وياكلوا معاكي، وما شاء الله تلاقيهم بيزيدوا معاكي. فتعالوا نشوف الكوبايه بتاعتنا الحلوه ديت ونشوف هنقول ايه. جبت بقى معانا الكوبايه دي، بجد الكوبايه ديت سحريه ما شاء الله، حلوه جدا جدا، بتفرق مع الفراخ بتاعتنا والبط. فبجد تركيبه الكوبايه بتاعتنا دي تركيبه حلوه جدا جدا، عباره طبعا عن بصله كبيره مع 4 فصوص توم مع ليمونه مع معلقتين خل. وبدأت اللي انا فرمتهم كده في الخلاط وصفتهم. ما شاء الله حلوة جدا جدا، ده رفع مناعة مضاد حيوي في البيت طبيعي، بجد حلوة جدا جدا، وبتشيل اي انتفاخات عند الفراخ وبتقتل اي بكتيريا. فبجد حلوة جدا جدا، وفي نفس الوقت فتح شهية للفراخ، بتخليهم ياكلوا كتير ويسحبوا علف كتير. فانتي دايما كده اعمليها كده كل اسبوع، ما شاء الله مضاد حيوي في بيتك. بجد الكوبايه ديت طبعا هي مركزه، فلازم احط بقى كده معايا رتله ميه، لان طبعا لو كترنا عن كوبايه ميه، يعني كترنا عن كوبايه من الخليط ديت، طبعا الفراخ مش هتشربها، لان هتلاقيها ريحتها بصل وتوم وخل، فمش لازم ان احنا نخففها. فانا بقى حطيتها كده على رتل ميه، فما شاء الله بجد حلوه جدا جدا. وطبعا بتفرق برضو مع البط، بتخليه ياكل كتير ويسحب كتير. ولازم طبعا التدفئة للفراخ والفرشة النظيفة تحتهم، وده رقم 1 في تربية الفراخ، ان هي الفرشة تكون نظيفة تحت منهم وناشفة، لان لو هي رطبة او فيها مية الفرشة طبعا هتسبب لهم ميكروب لا قدر الله، ويحصل عندهم شوطة ويتعبوا مننا. تمام، فلازم نفاديهم من الحاجات دي كلها. فطبعا برضو تاني حاجة لازم برضو نعرضهم للشمس حوالي ربع ساعة كده، لأن الشمس حلوة جدا جدا، بتقوي العظام، بتشيل أي التهابات عندهم، بتغير يعني انت لو طلعتهم بره كده في الهواء وفي الشمس، بتغير كده الميكروب والهواء في المكان اللي هم متواجدين فيه. فلازم تغيروا لهم من مكان لمكان كده، تنقليهم. لو انت عندك كده اوضه على السطح ما شاء الله يبقى عندك زي الفل. فلازم تعرضوهم كده للشمس ربع ساعة، زي ما انا بقولك كده، بتشيل اي ميكروب اي امراض لا قدر الله. بجد حلوة جدا جدا. وطبعا لازم برضو تكنسي لهم الأوضة وتنضفيها وتعقميها كل فترة كده، ابتدي ان انت تكنسيها وحط لهم جير مطفي فريش كده، جير مطفي بيقتل اي بكتيريا في الأوضة، مع نص كوباية كرور، وتضيف عليها شوية مية كده وترشها كده في الأوضة كده كلها، في كل زاوية كده شوية. ما شاء الله بتشيل أي ميكروب أي بكتيريا. فلازم نعمل الحاجات دي عشان يبقى صحة الطير عندنا أو صحة الطيور عندنا تبقى صحة جيدة، وما يجرهمش ما يجيش عندهم ميكروب لا قدر الله ويتعبوا مننا. فطبعا من خلال الكوباية ديت بجد هتفرق معاكي، بجد هتخلي معاكي الطيور حلوة جدا جدا. زي ما بقولك كده قدمها حمام لفراخ بيضة لفراخ ساس والبط، ماشية مع الفراخ مع كل حاجة، بجد حلوة. فهي ده أقوى مضاد حيوي في بيتك بدون بطري. هتعمليها من كوباية، تركيبة الكوباية بتاعتنا ليمونة، بصلة كبيرة، 4 فصوص توم، معلقتين خل، وابتدوا ان انتوا تفرموهم كده في الخلاط وقدمها لهم. ما تكترهمش، انا حطيت لهم طبعا كوبايه وزودتوا عليهم رتل ميه، فكده بقى بقوا معايا زي الفل. هفضل بس اسيب لهم كده الميه يشربوا بقى طول اليوم او 8 ساعات كده. بعد كده اغير لهم الميه لو هم ما شربوهاش كلها. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبك كده النهارده وينول اعجابك وتكون استفدت مني باي حاجه. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والاشتراك فضل وليس امرا. وعايزه كده تكتبي كده كومنت حلو عشان افضل مستمريه معاكي دايما بالفيديوهات وتنزيل الفيديوهات دايما. فيا رب كده وصفة النهارده تعجبكم وكوبايه السحريه النهارده تعجبكم.
اهم حاجة ما تنسليش اللايك. مع السلامة، استنظروا مني فيديو جديد بإذن الله هيكون أقوى وأقوى. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. مع السلامة، متنسوش اللايك.